في ناس طبعا مختلفة، يعني الناس في اللي شايف ان لا المنتخب يا جماعة عامل اداء كويس وفوق التوقعات، واحنا شايفين ماتش ورا التاني، فوز ورا التاني بتضمن الصعود من قبل الماتش التالت بيتحول لماتش تحصيل حاصل. آه، ارقام ممتازة جدا، تكملة الارقام التصفيات الممتازة جدا. في فريق تاني يقول لك لا، ما هو واداء مش مقنع بالنسبة له، استمرارا للأداء اللي هو شايفه برضو مش مقنع للفترة بتاعة التصفيات بتاع كأس العالم. فهي أوجه نظر الصراحة، يعني هي الحكاية دي انت ممكن تبص لها بكذا طريقة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما متجمعين في خير وعلى خير، ويعني عودة بعد فترة طويلة جدا وبعد غياب طويل جدا، ويمكن أول مرة بصور حلقة يوتيوب أو يعني بصور فيديو بتكلم فيه وأنا لوحدي. يعني أنا بدأت معايا بتاع 10 11 12 شاب من صحابنا وحبايبنا كلهم، ودلوقتي قعدنا نقل اهو دلوقتي بقيت ايه سولو. بس يعني ايه ده كده، هي الواحد الصراحة لقى انه فعلا احنا علشان دايما كان اكبر تحدي عندنا ان احنا نعرف نوفق ما بين ان كل واحد عنده حياته وعنده شغله وعنده التزاماته، وما بين ان احنا عايزين نبقى مش مجرد بقى المقابلة اللي بنتقابلها كل فترة، لا مقابلات بمواعيد معينة باستمرارية بالتزام كأنه شغل تاني بمواعيد التزام قوية. وفي حين ان انت لا، ده الموضوع ده عايز صبر طويل جدا علشان تشوف منه مردود يخليه يتسمى باسم شغل. احنا حاليا في مرحلة لا الهواية بحتة. انا واحد بحب اتكلم كده معاكو في الكورة، وانا كان عاجبني جدا الاثر اللي كان الواحد بيشوفه مع الناس اللي بيحبها وبيقابلها كل يوم او كل يومين او كل فترة. واحنا الفيديوهات دي بتخلينا نعرف نتواصل احسن، وبنعرف ممكن ما نعرفش نتقابل كتير بس نعرف بالفيديوهات دي نبقى بنتكلم في الكورة وبسمع آراءكم وبتسمعوا رأيي، واكسب ناس كتير جديدة الواحد كسبهم في الفترة اللي كنا بنصور فيها دي. يعني حاجة بصراحة هي بالنسبة لي حاجة حلوة وحاجة ممتعة وحاجة يعني جالي برضو رأي من ناس كتيرة اللي هو خلاص يعني انت لو كده، طب ما فيش مشكلة ان انت تبقى بتعتمد ان انت تصور فيديوهات لوحدك وتتكلم باللي عندك. وانت برضو دي حاجة من الحاجات اللي انا كنت بفكر ان انا اعمل محتوى فيها، او يعني بعمل لها حلقات معينة. فكرة ان انت طب انت واحد خدت كورسات معينة في الكورة وخدت شهادات وقابلت ناس يعني على قدر من الأهمية في العالم ده في الكورة، وبعدين لسه برضو شغال في المجال الأصلي بتاعك اللي هو يعني غالبيتكم بحكم ان غالبيتكم يعرفني بشكل شخصي يعني، فواخد مجال اللي هو يعني غالبيتكم يعرف طبعا ان انا اصلا ان انا الكارير اصلا بتاعي اللي هو الاي تي. فطب انت يا باشا ما نقلتش ليه؟ ما خدتش ليه فرصة في حتة معينة؟ طب الكورسات دي متوقع منها ايه؟ اللي حابب الموضوع، طب اللي واخدها هواية، اللي واخدها كارير شيفت، اللي واخدها يعني حاجة ممكن يبقى الواحد نتكلم فيها ان شاء الله في حلقات جاية يعني او فيديوهات جاية. بس حاليا ان شاء الله اللي بوعدكم بيه ان ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه بقى يعني الشباب هتبقى موجودة، وهيبقى كل فترة كده في حد من صحابنا العتاقي في الكورة والكلام ده هيبقوا موجودين. بس طب خلاص ما الدنيا ما اتظبطتش بسهولة، لا خلاص نصور انا بقى ان شاء الله ونتكلم معاكم. والله اللي بيسمعني لو واحد، انا مبسوط جدا بان الشخص ده بيسمع لي وبتكلم معاه وبسمع بقرا الكومنتات بتاعته وممكن نتكلم سوا وبيبقى الموضوع بالنسبة لي فعلا هو ده احلى حاجة في القصة يعني. مش بمثاليه زياده يعني، هو انا بتكلم في فكره ان هي هوايه، انت حابب تقعد تتكلم في الكوره زي دلوقتي كده كاس الامم ولاعبين ماتشين والدنيا سخنه وده بيقول كده وده بيقول كده. ف يعني بيبقى الواحد حابب يتواصل معاكوا في الموضوع مع الناس اللي بيحبها في الموضوع ده في وقتها يعني. مقدمة طويلة شوية بس يعني اعذروني بقى هي بعد غياب مدة. ف نخش بقى في القصة بتاعة المنتخب. انا بالنسبة لي انا واحد من الناس يا جماعة، ترجعوا للفيديوهات اللي من ايام كاس الامم اللي فاتت لما كان فيتوريا وكنت عمال اشد في شعري وهتجنن ايام الجنينة اللي كنا بنقعد فيها يا جماعة. حسام حسن يا جماعة، حسام حسن يا جماعة، في التصفيات ممكن ما تتوقعش قوي بس لما هتبقى بطولة مجمعة هتلاقي في بقى اللي يرد عليك يقول لك يا عم حسام حسن ما عندوش خبرات كبيرة قوية، ما خدش بطولات، ما حسام حسن روح بس فنيات لا،
حسام حسن هيعمل لك مشاكل وهيعمل لك مش عارف ايه وهيعمل لك ايه. يعني النهارده الصراحه بعد الماتش ده بالذات بتاع جنوب افريقيا ده، اظن ان في تراكم كده من الارقام ومن الماتشات ورا بعض يخليك تبتدي تغير رايك بقى شويه، ولو نسبيا، لو انت عايز تبقى حيادي يعني من وجهه نظري. طبعا كل واحد ليه وجهه نظره ويحسبها بالطريقه اللي هو شايفها، بس انا اقول لك انا لا، انا شايف ان يعني يا جماعه ده افضل نسخه لمنتخب مصر من ايام كابتن حسن شحاته في 2010. لا تقول لي بقى برادلي، ولا تقول لي بقى كوبر، ولا تقول لي كيروش، ولا تقول لي فيتوريا، ولا تقول لي اجيري، ولا تقول لي مع الاحترام بقى للمصريين كابتن شوقي غريب ولا حسام البدري ولا الناس دي كلها. لا، ده مش النسخة بتاعت منتخب العب لصلاح وفقط لا غير. اه صلاح مهم، واه صلاح نجم الفريق وده طبيعي، بس لا، فرقة بتلعب كورة منظمة بدرجة كبيرة، بتعمل. كان عندنا شكوك وتساؤلات على الدفاع خصوصا بعد ماتش زيمبابوي. دفاع النهارده طب 10 لعيبة 60 دقيقة عارف تقفل قدام خصم. مش قال لك اصل زيمبابوي ضعيف، طب ما جنوب افريقيا بقى هيقول لك برضه ضعيف، يبقى انا لما كنتش اكسب المغرب في المغرب انت مش هتقول حسام، وبرضه ساعتها هتقول يمكن حسام حسن اصل مش عارف مشيت معاه فين ولا ازاي ولا. يا جماعه في كره بقى للكره، ان انت حسام حسن انت رافضه، وهو حسام حسن ملوش ارضيه قويه لا في جمهور الاهلي بشكل كامل ولا في جمهور الزمالك بشكل كامل. هو اللي بيحب حسام حسن هو كحسام حسن. طب بغض النظر بقى عن الحب والكره، انا واحد من الناس انا ليا مآخذ كتير جدا 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 على حسام حسن زيكم كلكم يعني. بس الراجل النهارده، طب ما ده انت لما تتحط في موقف ان انت ماتش متقدم 1-0 لسه حالا من دقيقتين يطرد منك محمد هاني اللي عليه علامات استفهام كتيره متكرره قوي مش هنخوض فيها دلوقتي. تتكلم ان انت من بيطرد محمد هاني، وبعدين انت بقى هتكمل بقى لحد الدقيقه 100 مش 90. المفترض بقى ان انت تعرف تقفل كويس بالدفاع اللي انت قلته قدام زيمبابوي، لكن لا. شفنا اداء ممتاز، شفنا استبسال، شفنا نديه، شفنا روح، شفنا ازاي ان انت ميزه جنوب افريقيا في الباك ليفت. والراجل بتاع نص الملعب ده هنبقى نراجع الاسامي بقى عشان الاسامي الافريقيه دي بتطير من دماغي. بس دي الميزه عندهم والانطلاقات بتاعتهم. وانت عندك صلاح مش هيرتد طبعا، طب يبقى ومحمد هاني طار، هتتعامل بقى مع القصه دي ازاي؟ لا، التبديلات والتمركز اللعيبه في الملعب وروح اللعيبه وادائهم الصراحه كانوا من وجهة نظر انا كانوا واضحين. محمد الشناوي استعاد ثقة كتير جدا جدا، صحيح الحق يتقال، يمكن هي كورة اللي نقول ان هي كورة فعلا خطيرة، الباقي كله بس الراجل وقف وسد وكان ممتاز، ويعني ما اخطأش في حاجة يعني ملحوظة، بالعكس اكتسب ثقة كبيرة جدا، رجع ثقة الناس فيه تدريجيا. البطولة بدأ أملك فيها وبدأ طمعك فيها يزيد. طيب، لا في واحد تاني يجي يقول لك لا، انت ما تقوليش ان ده في روح في استبسال دفاعي، بس انت ما كنتش عامل شكل هجومي مش عارف عامل ازاي، ما كانش المرتدات مش عارف عامل ازاي، خروج صلاح، طب انت خرجت مرموش وسايب تريزيجيه اللي كلنا شايفين ان اداؤه يعني مش كويس خالص. تريزيجيه مع الاهلي ومع المنتخب فعلا مش كويس، ولكن طب ما يا جماعه تريزيجيه هيقدم مردود بدني وارتداد دفاعي مش هيعمله مرموش وانت مطرود منك لعيب. يعني ما هي وجهة نظر حتى لو انت مش مقتنع بيها، بس هي تحترم يعني. ما تحسسنيش ان هو حسام حسن يعني. لا، الراجل يا جماعة عامل، انت مش عايز توافقني في ان ده افضل شكل للمنتخب من 15 سنة، ماشي، بس تعالوا نتفق ان احنا لا، احنا قدام نسخة مميزة لمنتخب مصر، نسخة تديك الامل. في ثغرات في كذا لعيب، في ضغوطات على الراجل جنونية يعني. شايفين بيتسنلوا السكاكين ازاي، ومن ناس غالبيتنا مش متفقة معاهم في اسلوب ادارتهم للكرة في مصر نهائيا. ف يعني مش عارف امال طب هندعم مين امتى. عموما ده طبعا انا كده يعني ايه، ده فيديو كده في السريع كده، قلنا نتكلم برضو على المنتخب في الماتش النهارده كده، والواحد سخن كده ولسه الماتش خلصان من نصايه. ان شاء الله بعد ماتش انجولا اللي يعني تكاد تكون فقدت املها،
يعني فرصها يعني هي الفريق اللي كسبها اتغلب من مصر اللي هتلاعبها يعني. بقى مصر طبعا ممكن يقول لك مصر بقى تنزل مريحه، كابتن حسام بقى هيدي فرص للعيبه ما شافهاش، هيريح اللعيبه اللي ممكن تكون اجهدت، فرصه لالتقاط الانفاس وتجميع الثقه والكلام الدربت ده. ولكن ماتش يعني برضو ممكن يكون بالنسبه لنا احنا مفيد جدا جدا جدا. ولكن بالنسبه بقى للمنافسه في المجموعه واحسن توالت ومش عارف ايه، لا حسبة بيرما بقى طويله لسه فيها كلام. فان شاء الله بقى بعد ماتش مصر غالبا باذن الله قدامك اهو روجو وأسقس هيبقوا معانا باذن الله، وهنقعد نتكلم كده في دور المجموعات بقى بشكل عام كل بطوله افريقيا. ف يعني اتمنى بقى ان انتوا يعني تدعموني وتشاركوني، و يعني اللايك والشير بقى والكومنت ونتواصل مع بعضينا كده. والواحد لسه يعني ايه طبعا اول مرة لوحدي واول مرة من مدة طويلة، فهتلاقي في الافكار مش متنظمة قوي. وكمان ما غصتش لا في تحليل في الملعب يعني ولا تكتيك ولا طب اصل حمدي فتحي قد ايه خطير، امام عاشور انه الشوط التاني يقدم ازاي. الكلام ده ان شاء الله هنوفره بقى للمرة الجاية. المرة دي كده بس ايه بنجري المسائل كده. ف نشوفكم ان شاء الله على خير. ويعني ما تنسوناش في الدعاء، وما تنسوش اخواتنا في الدعاء. و... وان شاء الله في حلقات تانية جديدة مع درب الكورة. شكرا جزيلا، سلام عليكم.